أولى ثانوي النهاردة نهاية منهجنا، هناخد يونت 12 وإن شاء الله هنبدأ كالعادة بالجرامر. عايزة أقولك إن هو ختمها ختمة تقيلة ومش سهلة. الدرس بتاع النهاردة الصراحة مليان شوية تفاصيل، ولكن النهاردة هسهلهولك على الآخر، هخليه بالنسبة لك مية. والحقيقة النهاردة درس الجرامر هنعيشه بطريقة مختلفة، لأني هعيشك جوه قصة. ومش بس كده، أنا النهاردة هغطي كل الحاجات اللي ممكن توقعك في الامتحان. يلا بينا نبدأ. وزي ما قلت لك النهاردة هعيشك جوه قصة. ليه أنا هعمل ده؟ عشان عايزاك تفهم أصلا درس الجرامر النهاردة بيتكلم عن إيه وأنا بستخدمه في إيه. طيب درسنا يا شباب اسمه ايه؟ اسمه المودل verbs of deduction. يعني ايه model verbs of deduction؟ خدنا قبل كده المودل verbs وقلنا المودل verbs عبارة عن أفعال ناقصة، وطبعا هنفتكرها مع بعض وهكتب على البورد كل ده. يعني لما اقول لك كان هتقولي على فكرة ده مودل verb، اما اقول لك will ده مودل verb، would مودل verb، could مودل verb، shall should may might must، كل دول modal verbs. طب ايه deduction دي يا مس هبه؟ deduction يعني استنتاج. deduction يعني استنتاج. بمعنى ايه؟ يعني احنا هنستنتج. هنستنتج، بس يلا بينا نعيش جوه القصه مع بعض ونفهم. عندنا الحقيقه مسز نوره. مسز نوره ست very rich، غنيه قوي. والحقيقه ان الست كان عندها نكلس، عقد غالي جدا. فمسز نورة قررت انها تسيب النكلس بتاعها على التيبل. فراحت حتى ايه؟ بيقول لك حتى last night، الليلة اللي فاتت، she put her necklace on the table. طبيعي، حاجة في الماضي، امبارح حطت النكلس بتاعها على الترابيزة زي ما انتوا شايفين. ولكن حصل مفاجأة، حصل حاجة غريبة جدا. الست صحيت الصبح بتبص ما لقيتش النكلس، فبتقول هنا in the morning it was gone. ايه ده؟ النكلس مش موجود زي ما انتوا شايفين، مفيش نكلس. طب ايه اللي حصل؟ it can't have disappeared. بتقول لنفسها مستحيل، it's impossible، مستحيل يكون اختفى. هو في عقد هيختفي لوحده؟ لا، ده ممكن كده يبقى في حاجة حصلت، ممكن يكون حد أخده. فراحت قايلة تاني إيه؟ it can't have disappeared. مستحيل مستحيل يكون اختفى. بس إيه اللي حصل بقى؟ مش عايزة أقولك هي افتكرت وقالت the window was open. اللي على فكرة الشباك كان مفتوح، الشباك كان مفتوح. So a thief might have entered. هنا عملت استنتاج وقالت ايه ده؟ ده ممكن يكون في حرامي دخل. طب ليه؟ لأن أنا عندي الشباك كان مفتوح. يبقى ده كده في احتمال ولا لأ؟ يبقى في احتمال. في ايه؟ احتمال. هنا برضو هي عملت استنتاج لما قالت it can't have disappeared، بس ده ايه؟ حاجة مستحيل تحصل، يبقى ده برضو استنتاج مستحيل. خلاص؟ طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ افتكرت حاجة. her husband came home late. جوزها امبارح جه البيت متأخر. he must have seen the window. راحت قالت ده اكيد شاف الويندو وهو مفتوح. يبقى هنا انا عملت برضو استنتاج، ولكن هنا في تأكيد. طب ليه في تأكيد؟ قالت he must have seen، يعني هو اكيد شاف الويندو مفتوح. يبقى مين اللي ممكن يكون اخد النكلس؟ انتوا طبعا كده ديتكتيفز، انتوا محققين، قولوا لي تفتكروا مين يكون اخد النكلس؟ جوزها مثلا؟ ولا حرامي فعلا دخل؟ ولا هي بتستهبل وخبته؟ حاسب لكم ده واكتبوا لي في التعليقات انتوا شاكين في مين، جوزها ولا حرامي ولا هي ومستهبله. طيب يا شباب، احنا كده عملنا شوية استنتاجات، او مسز نورة الحقيقة عملت شوية استنتاجات. طيب تعالوا كده نكتب الحاجات دي to notice the language ونشوف ايه اللي حصل. هي قالت أول حاجة لما العقد اختفى it was gone it can't have disappeared. طب تعالوا كده نكتبها. قالت كده it can't be
disappeared. طيب حلو قوي. it can't be disappeared يعني هي بتقول مستحيل يكون اختفى، يبقى ده تأكيد انه ايه؟ خلينا كده نكتبها هنا، ده تأكيد انه مستحيل، ده كده تأكيد انه مستحيل يكون حصل. هو مستحيل العقد يكون خفى نفسه، هو اكيد حد اخده. طيب وقالت حاجة كمان يا شباب، قالت ان احتمال يكون في ثيف دخل من الشباك لان الشباك كان مفتوح. يبقى كتبت هنا وقالت ايه؟ a thief might have entered. يبقى هتكتب كده a thief might have entered. يبقى أنا كده يا شباب كل ده بستنتج، بس هنا might مدياني إحساس بإيه؟ باحتمالية. بإيه احتمالية؟ كانت مدياني إحساس بالاستحالة، إنه مستحيل. يبقى هنا في احتمال، هي كل ده في شك في الموضوع. يبقى أنا بصوا كتبت إيه؟ في شك في الموضوع. طيب وقالت كمان إن إيه ده؟ جوزها جه متأخر وأكيد شاف الشباك مفتوح، يبقى he must have seen the window. يبقى هقول he must have seen the window. إيه ده؟ هنا ده إيه؟ لما أقول لك must يبقى أنا متأكدة. ما هو مش معقول دخل لقى طبيعي، دخل من الباب لقى الشباك قدامه، مش معقول ما يكونش أخد باله إن الشباك كان مفتوح. يبقى هقول هنا إن ده كده تأكيد، تأكيد إنه حصل، إن هو أكيد شاف الشباك فعلا مفتوح. طب إيه اللي لاحظناه هنا يا شباب؟ أنا كل ده استخدمت modal verbs of deduction، عملت استنتاجات باستخدام مين؟ باستخدام المودال verbs. باستخدام مين؟ المودال verbs. ولكن كان كل استنتاجاتي هنا في الباست، في الماضي. ليه؟ هقول لك بقى على تكاية مهمة قوي. يبقى أنا يا شباب استنتاجاتي كلها استخدمت المودال verbs، ولكن كانت كلها في الماضي. في الإيه؟ في الماضي. بدليل إيه؟ طب أنا عرفت إزاي إنها في الماضي مثلا؟ It can't have disappeared. استخدمت إيه؟ بصوا استخدمت إيه؟ have disappeared. ده كده ماضي. واستخدمت هنا have entered، واستخدمت هنا have seen. يبقى أنت لما جملك الاستنتاجية تبقى حاطط المودال verb وبعدها تستخدم have وتصريف ثالث، يبقى أنت كده على طول في الماضي. يبقى استنتاجاتي كلها كانت إيه؟ ماضي، بدليل إن أنا عندي have وفعل والبي بي او الباسبورت تيسيبل. have والباسبورت تيسيبل، have والباسبورت تيسيبل. طيب خلي بالك بقى من حاجه، انا كده عملت ايه؟ نخلي بقى بالنا يا شباب من حاجه، انا استخدمت 3 حاجات مهمه قوي. اول جمله لما جيت قلت it can't have disappeared، يبقى انا هنا عملت ايه؟ ده كده عندي it's impossible، الموضوع مستحيل، مستحيل يكون حصل. وعندي لما جيت قلت a thief might have entered، يبقى الموضوع فيه احتمال possible maybe يكون حصل. وجيت هنا قلت he must have seen the window، يبقى هنا أنا sure certain sure very likely يعني ده أكيد حصل. he must have seen the window. يبقى أنا استخدمت 3 حالات، اللي هو أنا فيه استحالة، هنا احتمال، وهنا تأكيد. أنا متأكد إن ده حصل. تعالوا بقى نفتح البورد ونعيش مع بعض ونفهم إيه اللي إحنا قلناه ده. دلوقتي يا شباب فتحنا البورد وتعالوا ناخد الحاجات كلها بالتفاصيل. أول حاجة أنا هشتغل ideas يا جماعة، يعني أفكار. أنا هشتغل الدرس على شكل أفكار. ليه؟ عشان يثبت في دماغك كويس قوي وما ننساش، ودايما افتكر إن دي ideas. طب idea number 1 هتتكلم عن ال present deduction، يعني إحنا بنعمل استنتاج ولكن في ال present اللي هو الحاضر أو المضارع اللي بنقول عليه. الحقيقة لو أنا بعمل present deduction أو past حتى deduction، وحوريك إزاي نحول ال present ل past، أنا عندي حالتين.
البريزنت ديدكشن عندي حاجتين، يا اما انت متاكد يبقى في تاكيد فده هقول عليه 100% 100%، يا اما انت عندك احتماليه وهنا هقول maybe it's 50% or less، ممكن يبقى 50% او اقل كمان. يبقى انت عندك حالتين تاني present deduction، تاكيد احتمال تاكيد احتمال. طب في فرق؟ المودل فيربس هنا مختلفة، اللي هستخدمه في التأكيد مختلف تماما عن اللي هستخدمه في الاحتمالات. طب ازاي يا ميس هبة؟ هقول لك، لو انت متأكد من شيء هتستخدم لي مودل فيربس must. يبقى تاني احفظ معايا، اول حاجة في التأكيد انا عايزة اقول ان انا شور ان الموضوع اكيد، تستخدم لي ايه؟ must. بس must هتستخدمها فقط في حالة الإثبات. في حالة إيه؟ الإثبات. طيب أمال النفي بيسيبها استخدم له برضو must؟ لا، never ever. هتستخدم لي حاجة اسمها can't، زي ما كان في الستوري لما راحت قالت، زي ما جت قالت it can't have disappeared، مش معقول يكون ايه؟ اختفى. نفس الفكره بس ده كان في الماضي، هنا انا في البريزنت. يبقى هنا الكانت هتستخدمها لي ايه؟ نفي. طب ازاي يا مس هبه؟ ازاي؟ ممكن تقول لنا كده مثال؟ اقول لكم مثال قوي 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 قوي، اقول لك مثال يا سيدي. طيب تعالى ناخد واحد. لو جيت الحقيقه قلت لك الراجل ده عنده فيلا كبيره و3 عربيات، تيجي تقول معقوله؟ ابص له كده اقول ايوه الراجل ده عنده عربيه، 3 عربيات وفيلا، الراجل ده اكيد غني، مستحيل يكون فقير. بص انا قلت ايه؟ انا استنتجت، ما طبيعي واحد عنده فيلا كبيره 3 عربيات يبقى طبيعي هو ايه؟ غني مش فقير. استنتاج، ولكن استنتاجي ايه؟ في ايه؟ تاكيد. في ايه؟ في تاكيد. يبقى هقولها ازاي؟ هقولها كده، he has، الراجل عنده، بص has انا كله present، he has a villa and انا لسه قايله لك و3 عربيات and 3 cars. الراجل غني اكيد، يبقى he must وتحط لي لازم الفعل في الانفينيتيف في المصدر، he must be ايه؟ rich. هو اكيد غني. طب انا عايزه اقول مستحيل يكون فقير، he can't. مش انا قلت لك في النفي بستخدم can't؟ he can't be poor. ايه ده؟ اي اهو عملت استنتاج، وفي تاكيد انه غني وفي تاكيد انه مش فقير، بس كده. ليه؟ عشان انا متاكده عنده فيلا 3 عربيات، طبيعي يكون غني مش فقير. طيب لو احتمال، هل الموضوع يختلف؟ طبعا يختلف. طيب يبقى انا كده قلت، تعالى تاني نفتكر في التاكيد بستخدم ايه؟ بستخدم must و can't، بستخدم must و can't. must اثبات، can't نفي. must اثبات وكانت النفي، افتكر اوعى تنسى. طب في الاحتمال يا ميس هبه هستخدم برضو نفس المودل فيربس؟ لا، نيفر ايفر. تعالى لي كده بقى، ممكن استخدم ما دام عندي احتمال يا شباب يبقى هلعب في ايه؟ may او might، بكل بساطه. يا may ايه؟ يا might، سهله، ما هو may يعني احتمال وmight برضو يعني احتمال. طب يا ميس هبه ادينا كده مثال. هقول لك والله واحده صاحبتي اسمها سما غايبه is absent، البنت غايبه، بس انا الحقيقه انا ما اعرفش هي فين، انا ما عنديش تاكيد او خبر البنت راحت فين. I don't know. بص بقى، ودي I don't know تديني اشاره ان انا ما اعرفش هي فين. I don't know where she is، انا ما اعرفش هي فين. ممكن اقول هنا she may be at home، والله البنت ممكن تبقى في البيت. يبقى بص في احتمال وجبت may وراها infinitive، وممكن اقول او ممكن she might be out، وممكن تبقى بره. يبقى هل انا عندي تاكيد يا شباب؟ لا، انا بقول لك انها غايبه، انا ما اعرفش هي فين، ممكن تبقى في البيت وممكن تبقى بره. انا ما اعرفش، محدش قال لي، والله العظيم يا بيه ما حد قال لي، جوه في البيت بره البيت، انا ما اعرفش.
لما تيجي تسالني بقى اقول لك ايه؟ هقول لك ما اعرفش، والله ما اعرف. يبقى ده ايه؟ احتمال. يبقى ده ايه؟ احتمال. احتمال يا اعتماد. يبقى هقول هنا تاكيد 100% استخدم must و can't. تاكيد 100% استخدم must و can't. احتمال may and might. احتمال may and might. وتاني تركيبة الجملة تعالوا نشوفها مع بعض عشان دي ما تتنسيش اطلاقا. حاجة اقول لك هنا بكتب السبجكت عادي جدا الفاعل وحط لي وراه المودل فيرب. مودل فيرب زي ايه المودل فيرب؟ will, would, shall, should, can, could, may, might. كل دول مودل verbs. can, could كله. وبعدها infinitive form. وكمل جملتك عادي. يبقى دي كده تركيبة جملتي يا شباب. تركيبة الايه؟ الجملة. طيب مس هبة انتي قلت لنا ان في present deduction وعندنا كمان past deduction. هنحول دلوقتي البريزنت لباست. يلا بينا. وهنا يا شباب ندخل على الماضي الاستنتاج، ولكن في الماضي هوريك ازاي تحول دلوقتي البريزنت لباست. طب ازاي؟ عندك برضو نفس الفكرة، الماضي الباست ديدكشن دي كده ايديا نمبر 2. خلي بالك انا قلت لك ماشيه افكار. الفكره اللي فاتت نمبر 1 كنت بتكلم على البريزنت ديدكشن. الفكرة الثانية idea number 2 هتكلم عن الباست ديدكشن. عندك نفس الفكرة، تأكيد واحتمال. تأكيد 100%، احتمال 50% وأقل. طب تعالى نمسك كده أول واحدة وتعالى نشوف مع بعض إيه قصده هنا. هو في إيه؟ طيب لو أنا بتكلم على تأكيد ولكن المرة دي في الماضي، أنا جيت قلت لك في البريزنت he has، هو عنده a villa and 3 cars. تعال بص نشوف كده هنا اهو he has a villa and 3 cars. he must be rich, he can't be poor. هنا يا شباب في التأكيد أنا برضو هستخدم must نفس الفكرة، ودي برضو هنا إثبات نفس الفكرة بالظبط، وهستخدم can't أو couldn't. الاتنين ينفعوا في النفي. ايه ده يعني في الماضي نفس الفكره؟ وخلي بالك برضو couldn't كان ممكن استخدمها في present بس الافضل نستخدمها في الباست. طيب ولكن الوضع هنا يختلف. انا اول ما اقول لك ماضي حاجه تيجي في دماغك واحده فقط، ان انا احط هنا حاجه اسمها الهاف وبعدها تصريف ثالث. دي تلزق في دماغك ما دام قلت ماضي يبقى have و past participle، وطبعا قبلهم المودل verb. طب ازاي؟ أنا هنا جيت قلت he has، المرة دي هختلف، أنا هعمل ماضي يبقى هقولها he had. هنا ليه عملت ماضي؟ أنا في جملتي ماضي خلاص، أنا بحول بدل ما أقول he has قلت he had. he had a villa and 3 cars. وعنده 3 عربيات. الراجل ده لازما يكون كان غني، كان لازم يكون ايه؟ غني. طب انا هستخدم ماضي he مادام متأكدة يبقى هقول he must. وقلت لك قاعدة في الماضي هتستخدم مين؟ have وتصريف ثالث. يبقى he must have been rich. الراجل المفروض ان هو غني، الموضوع منتهي ان هو ايه؟ غني. مستحيل يكون كان فقير، يبقى he can't أو couldn't. he can't ونفس الفكرة have been poor. ايه الفكرة بقى؟ بصوا عملت ايه تاني؟ بص تعالى نهايلايت مع بعض عشان ما تتلخبطش. he had ماضي 3 cars. he must اهو موديل verb وحطيت have و been. خلاص اهو have وراها تصريف ثالث rich. he can't اهو وحطيت برضو haven't been poor. مستحيل يكون ايه؟ فقير. خلاص؟ طيب لو انا بقى هنا انا عندي احتمال بس في الماضي، نفس الفكرة والله العظيم يا شباب، هستخدم برضو may او might. نفس القصة بالظبط، نفس الايه؟ القصة بالظبط. طب تعالوا كده، انا قلت هنا
إن سما is absent بس كان كله مضارع. I don't know where she is. She may be at home. She might be out. نفس الفكرة وهنحولها لإيه؟ لماضي. هقول كده بالظبط كده. سما كانت غايبة. أنا ما أعرفش هي كانت فين. سما was absent. البنت كانت غايبة. حولت هنا من is بقت was. I don't know. أنا ما أعرفش هي فين. I don't know. أو ممكن تقول I didn't know. I didn't know where she was. ما كنتش أعرف هي فين. ماضي. ممكن تكون كانت في البيت وممكن تكون كانت بره. يبقى هقول إيه؟ She may have أيوة كده been at home. كان ممكن تبقى في البيت. أو she might have been out. يبقى أنا عملت إيه هنا؟ خليته في الماضي وقلت لك قاعدة تاني. أول ما أقول لك ماضي تقول لي أحط الهاف مع الباست بارتيسيبل. أحط الهاف مع الباست بارتيسيبل. خلاص يبقى تقول لي كده سما was absent ماضي. I didn't know where she was. She may have been at home. أو she might have been out. نفس الفكرة بس حولت الماضي. فيها مشكلة؟ ولا أي حاجة. تعالوا بقى نروح على idea number 3. ودلوقتي هنروح على idea number 3. إيه هي idea number 3؟ بتتكلم الحقيقة عن تعبيرات معروفة كده بستخدمها سواء في ال present أو سواء في الماضي في ال past. يعني أنت عندك البريزنت ديدكشن، عندك فيه بعض التعبيرات اللي بتبقى بيديها لك ساعات ممكن في الامتحان وممكن الصراحه ما يديها لكش خالص، بس لازم برضو تبقى انت عارفها. افرض جت ابقى انا عارف. وفي بعض التعبيرات التانية اللي بتستخدم في الماضي في الاستنتاج في الماضي، فلازم برضو تبقى عارفهم. احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. والله جالك في الامتحان يا ابني يبقى انت كده عملت ايه؟ كفرنج لكل حاجه. ما جاتش في الامتحان برضو دي حاجه فادتك عشان بعد كده لما تطلع تانية وتالتة وتعيش بعد كده في الجامعه والكلام ده كله تبقى انت عارف. طيب اول حاجه لو انا being sure انا متاكد، طبيعي انا لما اقول لك انا sure يعني انا 100% sure هتستخدم يا اما sure يا اما هتستخدم certain. يعني اقول لك I am sure يبقى هتبقى عارف تقول لي I'm sure I'm certain. اوكي يبقى انت كده في التاكيد يبقى على طول هتستخدم ايه؟ must. هتستخدم ايه؟ must. طب ده سواء كنت في الماضي او في البريزنت الاثنين. خلاص طيب وعندك بقى certainly وعندك surely وعندك impossible وعندك definitely. كل دول بيستخدموا لو انت sure. يعني تعالى حتى نقرا الاكزامبلز. She is sure it's his car. هي متاكده ان دي عربيته. He is certain they will win. هو متاكد ان هم هيكسبوا وهكذا. خلاص طب لو انا بقى مش متاكد سواء عندك present او past هتلاقي نفس الحاجه. هقول لك I'm not sure اهي I'm not sure. طيب عندك تاني perhaps احتمال maybe. خلي بالك الاثنين دول نفس المعنى ربما. خلاص يعني perhaps and maybe الاثنين نفس المعنى. هتلاقي برضو I'm not certain. بص هنا not I'm not certain. وعندك تاني likely أو possible. I don't believe أنا مش مصدق. I don't know أنا معرفش. I don't think. It's possible. It's likely. كل دول يبقى أنت تعرف على طول إن أنت احتمال. يبقى الإكسبريشنز يا شباب لازم تبقى عارفها. التعبيرات مهمة لازم تبقى فاهم امتى يبقى في تأكيد وامتى يبقى في احتمال. خلاص طيب هل بنستخدمهم في البريزنت بس او الباست بس؟ لا الاثنين سواء present او past انت بتستخدم الاكسبريشنز دي التعبيرات دي. يلا نخش على ايديا نمبر 4 وتقريبا دي اخر حاجه معانا ونروح يا شباب لايديا نمبر 4 وبعدها حاجه كمان ونكون خلصنا الدرس ونحل عليه. دلوقتي افرض عندي استنتاج ولكن انا هعمله في المستمر. يعني ايه مستمر؟ continuous. واحنا قلنا continuous يعني حاجه مستمره او حدث بيقطع وقت طويل سواء كان present او past. طبيعي انا اول ما اقول لك continuous او مستمر تعرف ان الحدث ده اخذ مده من الوقت. it took duration of time سواء in the present سواء كان في المضارع او سواء في الماضي. طيب تعالى كده نفتكر انا اصلا في البريزنت لو انا بقول present continuous كنت بستخدم ايه يا شباب؟ طبيعي كنت بستخدم verb to be اللي هو am
أو is أو are واروح حاطة بعديه الفعل ing. معروفة تمام؟ أنا بس بفكرك. طب لو أنا قلت past يا شباب كنت بستخدم was أو were ومعاهم بحط برضو الverb ing. خلاص طبيعي احنا عارفين كل الكلام ده. طب لو انا بقى بعمل استنتاج لحدث مستمر، يعني انا مستخدمه الكونتينوس، الموضوع هنا يختلف. طبيعي هتستخدم المودل فيربس. طب يا ميس هبه استخدم ايه؟ برضو نفس الفكره. لو انت عندك تاكيد او احتمال، خلاص احنا عرفنا. لو تاكيد طبيعي هتستخدم ايه؟ هتستخدم لي must. هو ليه مش عايز يغير اللون؟ must. وهتستخدم can't. طب لو احتمال هتستخدم may أو might. صح كده؟ نفس الفكرة. طب هنا نفس الكلام برضو أهو، أنا بحاول أفصص لك كل حاجة بالراحة. برضو هنا لو تأكيد هستخدم يا ميس هبة must وهستخدم can't. طب لو احتمال هتستخدم may might. الموضوع ما فيهوش مشكله خلاص. وطبعا احنا قلنا couldn't برضو بستخدمها عشان بس ما تنساهاش. طيب بس اجيب الجمله ازاي مس هبه في مش فاهم يعني ايه present continuous، اجيبها ازاي مع المودل فيرب؟ مش فاهم. هقول لك انا بقى. عايزه اقول اوضته هاديه قوي، هو شكله كده نايم. طب النوم ده بياخد مده من الوقت، ما هو واحد نايم يبقى طبيعي دي مش حاجه لحظيه، حاجه ايه بتاخد مده. طب تعالى كده نشوف. انا عايزه اقول it is او it's so quiet in his room. ايه ده؟ الدنيا هاديه قوي في اوضته. اروح قايله ايه؟ شكله كده نايم. انا في تاكيد لان مفيش صوت. he must. طيب ممكن اسالك سؤال؟ must يجي وراها ايه؟ الفعل في الانفينيتيف. طيب يبقى هتحط لي ايه؟ هل ينفع احط ام واز وار؟ لا، هتحط بي. طيب بس انا في الكونتينوس يا مس هبه، يبقى تحط بقى بعد بي هتحط لي الفعل ing. يبقى he must be sleeping. هي دي اللعبه هنا. اللعبه فين؟ هنا. ايه اللي انا عملته؟ اهو he must be sleeping، حطيت الفيرب مع ing. اللعبه والتركيه هنا. ولكن ما دام عندك must لازم ده يجي في الايه؟ في الانفينيتيف يا شباب. دي ما فيهاش نقاش، لازم تيجي انفينيتيف بس. طيب تعالى كده نشوف. طب انا هنا ده كده present. طب في الماضي تعالى نحولها الماضي. بدل ما اقول بقى it is هقول it was. صح؟ يبقى هقول كده it was so quiet in his room. الدنيا كانت هاديه قوي في اوضته. طب انا عايزه هنا هقول ايه؟ he must ماضي. افتكر بحط ايه؟ have. ايوه كده. he must have been. واللعبه فين؟ sleeping. ايه اللي انا عملته ده؟ بص بقى الفرق. مش انا قلت الماضي يا شباب لازم على طول تحط الهاف والتصريف ثالث؟ هاف تصريف ثالث، هاف تصريف ثالث، ماضي ماضي ماضي، هاف تصريف ثالث، هاف تصريف ثالث. ما تنساهاش اقسم بالله، حطها كده قدامك. هاف تصريف ثالث، هاف تصريف ثالث، ماضي ماضي ماضي. خلاص؟ طيب يبقى اللعبه عندي فين؟ اللعبه هنا. ان انا قلت ان انا هنا هي ماست حطيتها، ولكن حطيت طبعا هاف وبن عشان انا في الماضي، وحطيت ing. يبقى انا كده مستمر. بس كده اهو. بصوا عليها كده كويس عشان تبقى باينه اهي. تاني البريزنت اهو والباست. هل حطيت was and where؟ لا. هل حطيت am واز وار؟ لا. بس انا بس بفكرك ايه هو الكونتينوس، المبدا بتاع الكونتينوس. بس كده. اخر حاجه هناخدها يا شباب، ودي ايديا نمبر 5. هنروح لحاجه هنا يمكن انتوا عدت عليكم قبل كده، ولكن الحقيقه انا احب ان احنا ناكد عليها. بصوا بقى يا شباب، عندي حاجه مهمه قوي. يبقى دي كده ايديا نمبر 5، وبكده نكون خلصنا. ساعات يا شباب انا بستخدم حاجه اسمها should، وبحط وراها have، وبحط وراها تصريف ثالث. يعني should have، وده اخدناه على فكره قبل كده، دي مش حاجه جديده. طب الحاله دي انا بستخدمها امتى؟ بعبر فيها عن لوم او انتقاد لشيء حصل في الماضي. لشيء حصل في الماضي. هقول لك مثال. والله انا يعني كان المفروض، عارف اللي هو زي بقول عليها، انا كاتبه لك كده late advice، نصيحه متاخره. واحد جه اخد الموبايل بتاعي، اختي جت اخدت الموبايل بتاعي من غير ما اعرف. قلت لها يا نهارك ابيض،
انت المفروض كنتي تقولي لي. بص قلتها ازاي؟ you should have told me. حطيت ازاي should وحطيت وراها have وحطيت وراها تصريف ثالث اهي. يبقى you should بس بتتنطق ازاي؟ should have. بص عشان بس الايه الامريكان اكسنت بقى، خلاص عشان تتعلم برضو ازاي تنطق. you should have told me. كان لازم تقولي لي، كان المفروض تقولي لي. يبقى انا بلومها. جيت والله قعدت اقول ايه؟ انا ما اكلتش حاجه من صباحيه ربنا، وفجاه وانا شغاله جالي هبوط. ايه ده؟ انا كان المفروض اكل. انا بلوم نفسي وبأنب نفسي، بنتقد نفسي، بقول I should have eaten. انا كان المفروض ايه؟ اكل حاجه. ازاي سبت نفسي كده؟ طيب والله انا رحت اشتريت كاميرا طلعت وحشه قوي، بشعه. اقول انا ازاي بنتقد بقى نفسي والومها؟ انا المفروض كنت فكرت كويس قبل ما اجيب الكاميرا دي. ازاي عملت كده في نفسي؟ فاقول ايه؟ I should have thought well before I bought this useless camera. المفروض كنت افكر كويس قبل ما اشتري الكاميرا عديمه الفايده دي. يبقى دي اول حاجه. طب لو انا بقى عايز اتكلم عن حدث في الماضي كان ممكن يحصل بس ما حصلش، كان ممكن يحصل ولكن ما اقول كان ممكن، تستخدم على طول could. نفس الفكره could وراها have وراها تصريف ثالث بس خلص. بص بقى اقول لك ازاي وتبقى could have. قاعدين في البنزينه مولنا، جوزي راح ماسك السيجاره رماها في البنزينه واحنا خارجين. يا نهار ابيض، رحت بقى ايه قلت له يا نهار ابيض انت كان ممكن تقتلنا. بس احنا اتقتلنا؟ يا البنزينه كان ممكن تولع ونولع كلنا ونموت، بس هو ده اللي حصل؟ لا. فاقول له ايه؟ you could have killed us. كان بامكانك تقتلنا بس ده ما حصلش. اوكي. اجي مثلا راكبه مع صاحبتي راحت واخده الطريق عكسي بالعربيه. يا بنتي حرام عليكي، كان البوليس ممكن يشوفنا ويقبض علينا ولا يدينا مخالفه، بس ده اللي حصل؟ لا ما حصلش. كان ممكن يحصل بس ما حصلش. فاقول ايه؟ the police could have seen you. كان ممكن البوليس يشوفك. انت ازاي تعملي كده؟ طيب اجي اقول والله قاعدين في الميتنج الباص راح قال لي كلمه سخيفه، وبصراحه انا كنت ناوي ارد عليه واحرجه بس مسكت نفسي على اخر لحظه. هل ده حصل؟ انت رديت عليه ولا مسكت نفسك؟ مسكت نفسك. يبقى اقول ايه؟ I could have replied him. انا كان ممكن ارد عليه بس انا ما كنتش عايزه احرجه. I didn't wanna embarrass him. ما كنتش عايزه احرجه. اوكي. وبصوا بقى embarrass him يعني ما بقولش him. الامريكان اكسنت طاغيه عليا شويه معلش يعني اعذروني. ما بقولش him. خلي بالك الهم والهر والهز ما بنطقش الاتش اصلا في وسط الكلام. It's gonna be like this. I could have مثلا told him. هنا برضو I didn't wanna embarrass him. خلاص بص ما اقولش الاتش اساسا. طيب بس كده. دي يا جماعه ايديا نمبر 4 ويلا بينا نخش على الحل.